لو نفسك تخسي بجد يبقى لازم تسمعي الفيديو ده للآخر. ولو انتي كل يوم بتبصي في المراية ومش عاجبك شكلك، ولو كل يوم بتقولي هبدأ من بكرة وبعدين يجي بكرة وتاكلي عادي وتحسي بالذنب، فالفيديو ده ليكي. أول حاجة لازم تعرفيها إن خسارة الوزن مش عقاب، ومش معناها إنك تجوعي نفسك ولا تعيشي على خس ولا خيار وتشربي مشروبات سحرية. كل الحاجات دي بتخسسك كام يوم وبعدها الوزن بيرجع تاني. طب والحل ايه؟ خطوات بسيطة جدا. أول خطوة، بطلي تستني الحماس. أغلب الناس بتستنى تحس إنها متحمسة، بس الحقيقة إن الحماس بيختفي بسرعة. اللي يخليكي توصلي هو الالتزام. اعملي حتى لو ملكيش نفس، حتى لو عملتي 30% بس أحسن من 0%. تاني خطوة، ما تحرميش نفسك. لما تمنعي نفسك من كل حاجة بتحبيها، في الآخر هتكسري الدايت وتاكلي كمية أكبر من الأول. لكن لو سمحتي لنفسك بقطعة شوكولاتة مثلا أو حاجة حلوة كل فترة وتكون باعتدال، هتقدري تكملي. وتالت خطوة هي إنك تركزي على البروتين. البروتين بيشبع لفترة أطول بكتير. زي إيه مثلا البروتين؟ زي الفراخ أو البيض أو التونة أو الزبادي والفول. حاولي يكون موجود في كل وجبة حاجة من اللي أنا قلتهم دول. ورابع خطوة هي شرب المية. لازم ولابد في أي دايت تعمليه في حياتك شرب المية يكون شيء أساسي فيه، لأننا ساعات بنفكر إننا جعانين وإحنا أصلا بنكون عطشانين. اشربي مية على مدار اليوم، ومش لازم مرة واحدة. خامس خطوة هي المشي. أنا بقول المشي مش التمرين. مش لازم خالص جيم ولا أجهزة. ابدأي ب10 دقايق بس، وبعدها ممكن تبدأي ب15 دقيقة، وبعدها تبدأي ب20 دقيقة. أي وقت انت عايزاه، بس أهم حاجة هي الحركة. سادس خطوة هي النوم. نامي كويس جدا. قلة النوم بقى والسهر بالليل على التليفون والسهر على المسلسلات والأفلام، احنا أكيد كلنا في أجازة وعارفين الكلام ده، بس قلة النوم بتخلي الجسم يطلب أكل أكتر، وممكن تفضلي جعانة طول اليوم. فحاولي تنامي عدد ساعات كافية، وخاصة بالليل. سابع خطوة هي إنك تبطلي توزني نفسك كل يوم، لأن الوزن الطبيعي بيطلع وينزل بسبب المية اللي بتبقى موجودة في الجسم. الصح إنك تتابعي مرة واحدة بس في الأسبوع ويكون في نفس الميعاد. تامن خطوة هي إنك تمشي على نظام أكل تقدري تستمري عليه. كل واحدة ليها الظروف الخاصة بيها. أنا مش هحكم عليكي وأقولك تاكلي إيه، لكن كلي المقدار اللي يشبعك فقط واللي يخليكي عايشة من الآخر كده. يعني إيه مثلا؟ ما تعمليش نظام مستحيل، اعملي نظام تقدري تكملي عليه شهور. لأن السر مش إنك تخسي بسرعة، السر إن الوزن ما يرجعش. تاسع خطوة هي ما تقارنيش نفسك بحد. كل جسم مختلف. في واحدة ممكن تخس بسرعة، وفي واحدة جسمها أبطأ، وده طبيعي. قارني نفسك بنفسك. عاشر خطوة هي إنك تفتكري ليه بدأتي الدايت. مش علشان حد قالك ولا علشان ترضي الناس. اعملي ده علشان صحتك، وعلشان ثقتك في نفسك، وعلشان لما تبصي في المراية تحسي إنك فخورة بنفسك. وفي حاجة مهمة جدا، مفيش بقى مشروب هيحرق الدهون، ومفيش كريم هيخسس، ومفيش حبوب سحرية. الأساس هو إنك تاكلي سعرات أقل مما جسمك بيستهلك، وأكلك يبقى متوازن، وحركتك منتظمة. ولو وقعتي في يوم ما تقوليش خلاص باظت كل حاجة. وجبة غلط مش هتتخنق، زي ما وجبة صح مش هتخسسك. ارجعي من الوجبة اللي بعدها على طول. وأخيرا بقى، افتكري إن الرحلة دي مش سباق. حتى لو خسيتي نص كيلو في الأسبوع، بعد كام شهر هتلاقي فرق كبير جدا. وابدأي من النهاردة.
مش يوم السبت بقى ولا أول الشهر. اعملي أول خطوة دلوقتي حالا، حتى لو كانت مجرد ماشية 10 دقايق أو إنك تشربي كوباية مية. صدقيني بعد فترة هتبصي لنفسك وتقولي أنا مبسوطة إني ما استسلمتش. ولو الفيديو عجبك اكتبي في التعليقات هنبدأ من النهاردة علشان نفتكر بعض ونكمل الرحلة سوا. مع السلامة.